ينفعش واحنا بنبدأ بمؤتمر جماهيري نتكلم فيه عن مصر وعن مستقبلها ان احنا نتجاهل الجرائم الإسرائيلية في أراضينا في فلسطين وعلى أهلنا في غزة، وإن السفاحين الإسرائيليين بيتخيلوا إن مصر وهي في مرحلة انتقالية هتبقى ضعيفة ومش هتدافع عن القضية الفلسطينية، أو بيتخيلوا إن عملاء أمريكا اللي قاعدين يخوفوا الشعب المصري من الفلسطينيين ويقولوا لهم إن الفلسطينيين هياخدوا سينا، أنتوا كدابين. سينا ومصر وفلسطين وكل الدول العربية جسم واحد وأرض واحدة ومستقبل واحد. ما تخوفوناش من بعض، احنا بنحمي بعض ومش هنخاف على بعض. احنا بنحمي بعض ومش هنخاف من بعض. الفلسطينيين اللي بيدافعوا عن أرضهم كل السنوات ديت مش هيسيبوها عشان يجوا يقعدوا عندنا في سينا، ويوم ما يحتاجوا فرش وغطا وأكل وحماية دم المصريين هو أول اللي هيحمي الفلسطينيين وهيحمي المسجد الأقصى وهيحمي كل الأراضي العربية. باراك اللي بيقول رسالة فيها تهديد صريح لمصر لازم يتعلم الدرس ولازم يعرف إن البلد دي في عز ضعفها ممكن تبان قوتها، وفي عز ما بتبان إن هي متفرقة ومتشتتة ممكن تبين في لحظة وحدتها. عشان كده القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني هو حق أصيل الشعب المصري بيدافع عنه زي ما بيدافع عن حقوقه. وإذا كنا بنقول إن نظام الصوت كانت سياساته مع إسرائيل إحنا بنرفضها، هو اللي عمل الكويت وهو اللي صدر الغاز وهو اللي قفل المعابر وقامت عليه ثورة. بديهي إن أي رئيس بعد الثورة طالما بيقول إن أنا رئيس من الثورة يبقى لازم يوقف تصدير الغاز لإسرائيل، لازم يوقف الكويت، لازم يفتح المعابر. دي مطالب الثورة مش مطالب اللي قاعدين، لأن الثورة لما قامت على كل الأحوال اللي احنا شفناها. اسمحوا لي قبل ما اتكلم في الموضوع اني اوجه تحية لشباب الاحزاب والتيارات السياسية اللي نظمت اليوم دوت. ويمكن لما جاتني الدعوة كنت سعيد بيها ان الاقي دعوة فيها كل الاحزاب والتيارات دي، وبنقول ان احنا محتاجين مش بس التيارات المدنية انها تقف على رجليها وتعلن عن وجودها وتعلن عن وحدتها في قضايا مصيرية. التيار الليبرالي بقى متشكل وليه ملامح سواء في حزب الوفد او في حزب غد الثورة او في حزب المؤتمر. التيار الاسلامي بقى متمثل في عدد من الاحزاب الاسلامية، لكن التيار اللي بيدافع عن العدالة الاجتماعية اللي مستعد يدافع عن حقوق الشعب المصري بجد في الحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في السكن لازم يعلن عن نفسه، ولازم يعلن عن نفسه بجبهة جماعية عشان نقدر ننجح ونقدر ناخد خطوة لقدام. العدالة الاجتماعية هي الطريق للحرية، العدالة الاجتماعية هي الطريق للكرامة. عشان كده انا بحيي شباب الاحزاب اللي موجودين في اسكندرية وبقول لهم ان خطوتكم ديت يجب ان كل المحافظات تتعلم منها، ويجب ان محافظة القاهرة بالاساس تتعلم منها. مش هننجح طول ما احنا متفرقين، هننجح لو قدرنا ان احنا نتوحد على قضايا مصيرية، وخاصة اذا كانت تتعلق باحوالنا المعيشية. الثورة ما بتتقاسش ابدا باحداثها، بيبقى اصعب ما في الثورة الشهداء والمصابين واسرهم وابنائهم اللي نزلوا في لحظة عشان يضحوا بدمهم عشان بلدهم وعشان احوالهم تتحسن.
لكن في النهاية كلنا هنتحاسب على النتائج. اي ثورة بتتحسب بنتيجتها. هي قدرت تحقق شعاراتها ولا لا؟ هي قدرت تحقق مطالبها ولا لا؟ احنا قفلنا صفحة من النظام السابق وبقى في صفحة جديدة. الصفحة الجديدة ديت هنكتب فيها ايه؟ ده رهن بينا احنا. واوعوا تتخيلوا ان في حاكم ايا كان بيدعي الديمقراطية انه بيهب الديمقراطية لشعب وانه بيهب الرخاء لشعب. ان ما كانش يبقى فيه صراع اجتماعي ومطالبة من الشعب بهذه الحقوق مش هياخدوها. ان ما كانش عمال المترو هيضربوا عشان يقيلوا رئيس مجلس الادارة بتاعت شركة تشغيل المترو لانه ما بيشغلش المترو بشكل حقيقي وما بيدهمش ارباح، ما كانش رئيس الشركة اتشال. المترو فيه 6 اعضاء مجلس ادارة الشركة المصرية لتشغيل المترو بياخدوا 10% من الارباح. 10% من الارباح. ولما يجي يشغل المترو قال لك هنعمله جهاز تشغيل المترو. طب كويس. وبعدين راح ساحب التشغيل من الجهاز وراح موديه هيئة سكك حديد مصر. طب ماشي، انت راجل بتعمل هيكلة. شركة سكك حديد مصر عملت ايه؟ راحت انشأت شركة اسمها الشركة المصرية لتشغيل المترو وعهدت اليها انها تشغل المترو واعارت العمال من الهيئة عندها للشركة. طب الاصول نقلوا اصول المترو الى حاجة اسمها الهيئة القومية للانفاق. حسبة بيرما بتتعمل علينا وكل واحدة من دول مجلس ادارة وكل واحد من دول ليه نسبة من الادارات وكل واحد من دول ليه نسبة من الارباح، واللي مطحون بشكل حقيقي هم العمال اللي شغالين وهو المستهلك المصري اللي بيستخدم المترو. بيحاولوا ان هم يحطوهم قبال بعض. الموضوع واضح ان منظومة الفساد ما تفككتش وان منظومة الفساد بتدافع عن مكانها ومستعدة انها تتلون زي ما كانت بتسقف لمبارك هتسقف لمحمد مرسي وهتسقف لخالد علي لو جه عشان تفضل عايشة. الرهان ان احنا نقدر نحاسب منظومة الفساد دي، لكن عشان نقدر نحاسبها احنا محتاجين دستور. ايوه محتاجين دستور. الدستور ممكن يقوم بلاد وممكن يوقع بلاد، ممكن يعمل عدالة اجتماعية وممكن يعمل فقر وسرقة ونهب. الدستور اهم وثيقة قانونية في الدول، وعشان كده لابد ان الدستور يتناقش مناقشة حقيقية. والله يجازيه المجلس العسكري المشير سامي عنان اللي ضيعوا على مصر فرصة كانت فرصة عمرها، وهي فرصة الاعلان الدستوري اللي عملوه. كانت فرصة نموذجية، ربنا وهبنا الفرصة دي بعد الثورة مباشرة. كانت هي دي الفرصة اللي تتأسس فيها الجمعية التأسيسية. ما كانش اي فصيل سياسي يقدر يدعي ان هو اللي صنع الثورة ولا ان هو اللي نجح الثورة. كلنا كنا متساويين في الدم ومتساويين في النظام. فكانت لحظة عبقرية ربنا وهبها لنا انك تشكل جمعية تأسيسية متوازنة تعبر عن كل اطياف الشعب المصري وتعبر عن قوى الثورة. لكن الاتفاق السياسي والاستخدام السياسي خلاهم سلموا اللجنة دي للاخوان المسلمين، وطلع الاعلان الدستوري واتعمل علينا فيلم كبير. قولوا نعم عشان استقرار، قولوا نعم لانهم عايزين يشيلوا المادة 2 من الدستور، والمادة 2 موجودة. بتلاقي بقى في الفلاحين نعم معمولة بدايرة خضراء، دايرة النماء، دايرة الخير، ولا معمولة بدايرة سوداء. لو عملت لا هتروح في داهية. نزلنا الاستفتاء وبقينا ناس كتيرة بتصوت بنعم لان المسيحيين هيقولوا لا. هو ده اللي بيحصل فينا. طول الوقت بيتم استخدام الدين في السياسة عشان يتم تفريغنا ويتم فرض أنماط سياسية علينا بتبعدنا عن القضايا الحقيقية.
القضايا الحقيقيه هي الحريه والعداله الاجتماعيه. هو دوت اللي احنا عايزينه. عشان كده لما اتعملت الجمعيه التاسيسيه واترفعت دعوى قضائيه وكسبنا اول دعوى قضائيه، ولما اتعملت الجمعيه التاسيسيه الثانيه وصدر الحكم بتاع محكمه القضاء الاداري وداها المحكمه الدستوريه، انا بدعوكم اقروا الحكم دوت. هو ليه وداها المحكمه الدستوريه؟ اللي بيقرا الحكم من حيثيات الحكم يبان انه بيقول ان الجمعيه دي باطله، لكن هو ما يقدرش انه يبطلها. عارفين ليه؟ لان الرئيس مرسي بعد ما تولى الحكم وبعد تاسيس الجمعيه بشهر وبعد ما اترفع قضايا على تاسيس الجمعيه اصدر القانون دوت اللي مادته الاولى بتقول ان تشكيل الجمعيه من الاعمال البرلمانيه، وبالتالي لم يستطيع القضاء الاداري انه ينظر في هذه القضيه، فالقضاء الاداري وداها للمحكمه. عشان كده الصراع على الوقت، الصراع مش على الشرعيه. الشرعيه في حقنا وفي صفنا. الجمعيه التاسيسيه باطله. الجمعيه التاسيسيه باطله. كل اللي هم بيصرعوه الوقت ان هم ينهوا المسوده وينزلوها للاستفتاء وهتتحرك المكنه والكلام عن الدين وكاننا بنستفتي على الدين. هتزايدوا على ديننا، هتزايدوا على ايماننا. كل واحد فينا مؤمن بدينه، ولابد ان احنا نبقى بنتحرك وفق قاعده هي قاعده للامام في مصر. هذه القاعده بتقول الدين لله، اما الوطن فهو للجميع. الدين لله، اما الوطن فهو للجميع. عشان كده انا شايف ان انتوا ليكوا دور واحنا لينا دور. انا بطالبكم كل واحد فيكم يضحي من بيته ولو ب5 جنيه ويبعت تلغراف للمحكمه الدستوريه. نناشدكم سرعه الفصل في قضيه التاسيسيه. محتاجين، انا بدعو كل قوى الشعب المصري وكل القوى الثوريه، محتاجين نبعت 1,000,000 تلغراف للمحكمه الدستوريه. لو تاسيس الجمعيه صحيح قولي صحيح، لو باطل اديني الحكم قبل ما ينزلوا لي الاستفتاء. فانا بدعوكم لحمله تلغرافات على الجمعيه على المحكمه الدستوريه نطالبها بسرعه الفصل في قضيه التاسيسيه. طيب واحنا بنتكلم عن الدستور، ايه هو طموحنا للدستور؟ قبل ما اقول طموحنا انا حابب احذر من انه يتم جرنا زي ما بيحصل كل مره، بدل ما نناقش ايه هي صلاحيات رئيس الجمهوريه. هو انت بتعمل لي ديكتاتور جديد ولا بتعمل لي رئيس انا بختاره واقدر اشيله؟ بدل ما نتناقش على ايه هي معايير العداله الاجتماعيه فتقعد تناقشني في الشريعه. قيمه الشرائع وقيمه الاديان ان تؤمن بها العقول وان تؤمن بها القلوب. انا قيمتي وانا بربي ابني مش ان انا ماشي وراه بالعصايه، كل ما يعمل حاجه اضربه بالعصايه فهيفضل خايف مني. اول ما اشيل العصايه هيعمل الغلط اللي انا خايف منه، لكن القيمه الحقيقيه ان ربيه. عشان كده الشريعه الاسلاميه حتى لو حطيتها في كل نص في الدستور ده مش معناه انك بتنصرها. انصر الشريعه الاسلاميه انك تطبقها على نفسك. انصر الشريعه الاسلاميه ان انت تكون قدوه عن الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، انك بتقدم التسامح كنموذج، انك بتقول الكلام الحسن، انك بتسمع الاخرين، انك ما بترهبهمش، انك لا تعتدي على حقوقهم. عشان كده قيمه الشريعه ان العقول تؤمن بيها والقلوب تؤمن بيها. ما كتير من البلاد حوالين مننا مطبقه الشريعه الاسلاميه، عندهم خمور ولا ما عندهمش؟ عندهم سرقه ولا ما عندهمش؟ بيدخل الامير ويبقى مرتكب الجريمه ويقولوا اتفضل يا باشا، ويدخل العامل لو كان مصري ولا بنجلاديشي يتحبس ومحدش يعرف هو بيروح فين. عشان كده اوعوا ان احنا نتجر على ارضيه مرتبطه بالشريعه. كل اللي مؤمن بدين يؤمن بيه وكلنا موحدين بالمولى عز وجل. طب ايه القضايا اللي احنا نتكلم حوالين منها؟ القضايا اللي لازم نتكلم حوالين منها هي حقوقنا.
وحقوق بلدنا، ان احنا عايزين رئيس جمهورية بصلاحيات محددة ينفع ان احنا نحاسبه، مش بصلاحيات مطلقة زي اللي كانت موجودة في النظام السابق. محتاجين دستور بيتكلم عن العدالة الاجتماعية وبيلزم الدولة بيها، مش بيقول لي العمل حق وواجب. حلو، بعد ما قلت لي العمل حق وواجب استفدت انا ايه؟ لازم تقول لي ان العمل حق على الدولة ان توفر فرصة عمل لكل قادر عليه، وان لم تتمكن من توفير فرصة العمل عليها ان تمنحه معاش بطالة لحين توفير فرصة العمل. هي دي القضايا اللي بيهربوا منها، هي دي القضايا اللي مش عايزين يذكروها في الدستور. وعندنا تجارب كتيرة. زمان رجالة مبارك كانوا دايما بيتهمونا بالجهل وان احنا ما احناش عارفين. للأسف اللي بيعملوا الجمعية التأسيسية دلوقتي نفس الاتهام، ان هم يتهمونا بالجهل وان احنا مش عارفين. في مدرستين لكتابة الدساتير، في مدرسة قديمة زي دستور 71 بتقول مبادئ عامة، وفي مدرسة حديثة ما بتقولش بس المبدأ العام، بتعلن عن نهاية عصر تفويض المشرع في الحقوق والحريات. حقوق وحريات يبقى لازم تتكتب في الدساتير بشكل تفصيلي، بتقول ايه هو الحق دوت، ايه هي عناصر الحق ومحتواه، ازاي الدولة تلزمها بتنفيذ الحق ده. وده متطبق في جنوب افريقيا اللي بتاخد خطوات لقدام، متطبق في البرازيل اللي بقت سادس افضل اقتصاد في العالم وطالعه للخامس دلوقتي. لكم ان انتوا تعرفوا ان دستور البرازيل في حمايه اجر العامل، مش في كل الحقوق العماليه، حمايه اجر العامل فقط. 29 فقره في الدستور عن حمايه اجر العامل. قول لي انت بقى عمال مصر انت هتحميهم ازاي وانت سايبهم يتشردوا ويتفصلوا والصناعه بتغلق، وعندنا الشركات مليانه مكن واسوار والعمال مش قادرين يشتغلوا. ليه؟ لان هم شغالين على نفس الطريقه، خص وبيع، والمستثمر اقعد دلع فيه وهنم فيه، لكن لو عامل ولا فلاح ولا فقير ما بيعرفش ياخد حقه. لما يجي النهارده يقول لي في الدستور ان فرض الرسوم والضرائب في حدود القانون، الله اكبر. يعني ايه في حدود القانون؟ عارفين يعني ايه في حدود القانون؟ يعني قال للمشرع اكتب بقى انت اللي انت عايزه في الحدود دي، فالمشرع يعمل ايه في الحدود؟ فممكن يحيل ان الرسوم والضرائب من الممكن ان اي وزير يفرضها، فبعد كده ايه اللي هيحصل؟ يستطيع اي وزير بقرار اداري يزود علينا اي رسوم او ضرائب. طب ايه مطلبنا؟ يكون فرض الرسوم وضرائب بقانون، محدش يلزمنا ادفع ضرائب ولا ادفع رسوم الا بقانون بيتناقش في مجلس الشعب، مش في حدود القانون. انا بقول الجملة دي ليه؟ عشان تعرفوا ان اللفظ الواحد في نص في الدستور ممكن يقلب علينا الترابيزة، وممكن النص دوت يحمينا. يعني في فرق كبير جدا بين كلمة في حدود القانون وبين كلمة بقانون. بقانون معناها لازم يصدر القانون، انما في حدود القانون يروحوا حاطين القواعد ويروحوا مدينها لأي وزير او محافظ يطلع الرسوم دي. 2، طول الوقت قاعدين نسمع عن القروض. هشام قنديل مش بيحاول ياخد 4 مليار بس، لا، مصر مقدمة طلب بالحصول على قروض 12 مليار دولار. تاني 12 مليار دولار. في عهد مبارك لما مشي كان مصر عليها ديون 30 مليار دولار. الفترة بتاعت المجلس العسكري استلفوا 5 مليار دولار، بقوا كام؟ 35. في عهد مبارك الموازنة بتاعتنا كانت متقسمة 4/4، ربع بيروح عشان خدمة الدين اللي هو 33 مليار، وربع بيروح للأجور،
وربع بيروح للدعم وربع بيروح لكل حاجه، التعليم والصحه وكله. طب لما تيجي تقدم طلبات بالحصول على قروض 12 مليار، كان في 30 والمجلس العسكري خد 5، وانت بتقدم على 12 هيبقوا 47 مليار. ال 47 مليار دول عشان تعمل خدمة الدين بتاعهم لازم تزود نسبتهم في الموازنة العامة، فلازم نسبتهم تزيد من الربع على الأقل للثلث. طب هتعمل ايه في الاربع التانية؟ هتاخد الزيادة دي منين؟ هيقدر ياخدها من أجور العمال والموظفين؟ مش هيقدر عشان الإضرابات شغالة. طب يقدر ياخدها منين؟ ياخدها من الدعم. عشان كده بيرموا لنا عظمة إن يقول لك أنا أرفع الدعم عن البنزين 95 والناس قاعدة تسقف وكأنه انتصار عظيم، وأصل اللي بيركبوا عربيات 95 دول الأغنياء الكبار اللي معاهم فلوس. طيب ما أنا بس عايز أقول لكم نقطة خطر. أنا مش عايزه يرفع الدعم عن بنزين 95، أنا عايزه يلغي بنزين 95. ليه بقول دوت؟ فاكرين زيادة الأسعار في مصر بتتم إزاي؟ كان يبقى في الأتوبيس أبو ربع جنيه، فيروح منزل لك أتوبيس بجنيه ويقول لك أنا يعني هحسن الخدمة، وبعدين ده موجود وده موجود. اركب دوت لو معاك ربع جنيه، أو اركب جنيه لو أنت عايز دوت. فيروحوا عاملين إيه؟ نسكت. فيروح مخلي الاتوبيس ابو ربع جنيه بعد ما كان بيجي 10 مرات على المحطه يبقى بيجي مرتين، والاتوبيس ابو جنيه بقى بيجي 10 مرات. فغصب عن عين اهلي هركب الاتوبيس ابو جنيه. وعشان كده البنزين 95 اللي هيخلوه موجود في البنزينات، وهيجي يسحب البنزين 92 ويسحب البنزين 90 غصب عن سواق الميكروباص وغصب عن سواق التاكسي وغصب عن سواق الملاك العادية هيحط 95. ده معناه ايه؟ موجة من ارتفاع الاسعار. ما تدوناش حقوقنا بالقطارة، ومش من حق محمد مرسي ولا من حق هشام قنديل ان هم يطلبوا قروض من البنك الدولي بدون مناقشة حقيقية مع الشعب المصري. اللي هيدفع القرض دوت هو الشعب المصري. وقول لي بقى ايه هي شروطه؟ ما تضحكش عليا وتقول لي اصل الفوائد قليله، ما بتكلمش عن الفوائد. وما تضحكش عليا وتدخلني اصل دوت ده رسوم ماهيش فوائد. دي ازمتك انت قاعد تتكلم عن الربا، ودي ازمتك انت حر فيها. كلمني على الشروط، كلمني على شروط صندوق النقد الدولي عشان يدينا فلوس. ليه؟ من امتى صندوق النقد الدولي كان حنين علينا؟ من امتى وهم بيدافعوا عننا؟ ما طول عمرهم بيقولوا على الاقتصاد المصري في عهد مبارك انه فيه نمو. عملوا لينا ايه؟ البنك الدولي مش مؤسسة خيرية، ومؤسسات التمويل الدولية مش مؤسسات خيرية، دي مؤسسات سياسية واقتصادية انشأتها الدول الكبرى للتحكم في مصائر الشعوب الفقيرة. عشان كده شروطهم واضحة. شروطهم بعد ما حصلت الثورة، الدكتور عصام شرف سافر فرنسا وعملوا حاجة اسمها اتفاقية شراكة دوفيل. اتفاقية الشراكة ديت اللي دعا ليها مين؟ الدول ال8 الكبار والمؤسسات المانحة والدول العربية اللي فيها ثورات. ليه؟ عشان مساعدة الدول العربية في الثورات دي. ده مؤتمر عشان كده. وبعد ما مشي عصام شرف، الجنزوري كمل في نفس الاتفاقية. وبعد ما مشي الجنزوري، هشام قنديل كمل في نفس الاتفاقية. وفي شهر 10 اللي فات وزراء المالية في اتفاقية الشراكة كلهم سافروا طوكيو في اليابان عشان التوقيع عليها. عارفين توصيات الاتفاقية ديت ايه؟ والاتفاقية دي جاية في اطار المنح كلها اللي مصر هتاخدها. 1. رفع الدعم. 2. زيادة الضرائب. 3.
3 استكمال برنامج الخصخصة. 4 أن يحدد سعر الجنيه المصري وفقا لسعره في السوق. وعشان كده كل الحسب الاقتصادية اللي بتتم من ارتفاع الأسعار اللي بيحددوها في المية في الكهرباء على السجاير، كل ده عربون للبنك الدولي عشان يقولوا له احنا ملتزمين باللي اتفقنا عليه، احنا مش هنتراجع. انا ما بقولش ولا بفرض عليكم توافقوا على القرض او ترفضوه، بس انا بقول حقنا على الاقل ان يتعمل مناقشه حوالين القرض. اي دوله بتاخد القرض ده بتسال نفسها مجموعه اسئله. انا باخد القرض من مين؟ انا ممكن تيجي اسرائيل تقول لي هديك مليار جنيه ببلاش، اقول لها مش عايزها. ممكن تيجي السودان تقول لي هديك 100,000 جنيه بس ابقى اديني فايده ما اعرفش قد ايه، فاخد من السودان وما اخدش من اسرائيل. فلازم افهم القرض من مين. 2 حجم القرض ده قد ايه؟ في ناس بتقترض بطريقه رشيده، لكن ما ينفعش يبقى اجمالي القروض اللي كان عندي 30 مليار فانت جاي تاخد 12 مليار، جاي تاخد يجي نص القروض، ده هيعمل عبء كبير جدا. رقم 3 ايه هي الشروط؟ رقم 4 وده اهم شرط، هل هناك مناقشه مجتمعيه توافق على الحصول على هذا القرض ولا لا؟ خاصة اني ما عنديش مجلس شعب، خاصة اني ما عنديش مجلس شعب، فما ينفعش انك تاخد القروض دي كلها الا لما يبقى في مناقشة عشان نقول احنا ناخدها ولا ما ناخدهاش. عشان كده احنا بنطالب ان يبقى في نص في الدستور ان اتفاقيات التجارة والاستثمار واتفاقيات المنح والقروض لا تجوز الا بالافصاح عن كامل شروطها ومناقشتها مع المجتمع وموافقة مجلس الشعب عليها. لو بصيتوا في مسودة الدستور اللي هم طرحناه مش هتلاقوا النص ده موجود، عشان كده احنا بنطالب بالنص ده. طيب حتى هيقول انت قاعد تتكلم والقروض والفلوس، يا اخي انتوا وجعتوا دماغنا، هيجيب منين؟ البلد دي مش فقيرة، وانتوا اكتر ناس عارفين انها مش فقيرة. شوفوا شركة تداول الحاويات والعمال اضربوا ليه، وانا هنا بحيي كتيبة المحامين اللي اشتغلوا مع موظفي حي الشرق وتداول الحاويات، وعلى راسهم الزميل الاستاذ الفاضل عبد الرحمن الجوهري والزميل عماد نبوي والزميلة سوزان وكل الزملاء المحامين. لا يعني خايف اكون ناسي حد منهم، والاستاذ علي الافطار قلت عماد نبوي. طيب عندنا شركات الملاحة وانتوا عارفين توفر قد ايه، عندنا الجمارك وانتوا عارفين توفر قد ايه، عندنا مصانع القطاع العام اللي خصصوها وباعوها عشان تبقى مجرد عمارات ياخدوها ببلاش. مش ده وبس، شركة الاسمنت وشركة الاسمنت المفروض ان انا شغال على القضية بتاعتهم وتأخرنا بسبب الزحمة دي، بس خلال 15 يوم قضيتهم هتترفع عشان عودة شركة الاسمنت. بس انا بقول ده ليه؟ البلد دي مليانة موارد. عارفين الشركة المصرية الكويتية؟ شركة كده الكويت عملوها وراحوا جايبين 2 مصريين فيها وراحوا واقعين يدهم عشان بس ما يقولكش الاستثمار الجاد وهتهربوا الاستثمار. وضعوا يدهم على 26,000 فدان في العياط، في مثلث العياط، وبعد كده وضعوا يدهم على 11,000 فدان، فبقى العدد 37,000 فدان. الحكومة عملت تقنين اوضاع معاهم. عارفين بعد الفدان بكام ليهم؟ ب 200 جنيه، المتر ب4 ساغ ونص. لما رفعنا القضية الحكومة كده ايام مبارك والحكومة كده ايام محمد مرسي. عارفين لما رفعنا القضية وتقرير هيئة المفوضين جه ان العقد يبطل، هم حاطين ايديهم على التل الاثري، قدموا طلب لتوفيق اوضاعهم جديد والتصالح بمبلغ قد ايه؟ 7 مليار